حضرتك كتير اللونين الازرق والابيض لما بيجتمعوا مع بعضهم، ويعني هل ممكن انه الروح الرياضيه تتفق مع التعصب لهالدرجه؟ يعني انه نعم الرياضه على خلاف مع التعصب. نعم الرياضه لما تقول رياضه معناها تقول روح الرياضيه. نعم والروح الرياضيه معناها المحبه والالفه والتكاتف والتآلف بين فئات المجتمع. نعم بس حضرتك لكن انا لما ما تقول لي انت ما حافظ الابيض ما تروح بعيد تظن النادي الهلال. لا، نادي الهلال نادي شقيق وعزيز وحبيب كاي نادي سعودي. نعم ولكن انا لا احبذ هاللون، فعلا قلت ما احبذ اللون مو الهلال، ولكنه يمثل علم او لون علم دوله العصابات الصهيونيه. ويعني انا لو سالتني الان مثلا بالمقابل لاحظت لك قلت اغلى الالوان عندك وش هو؟ قلت لك الاخضر والابيض. هل بتروح لك تقول لي عشان الاهلي؟ انا احب الاهلي كما احب الهلال كل انديه بلدي، ولكني نصراوي الهوى والهويه، ولكني اعشق واغلى لون الاخضر والابيض لانه شعار بلدي، رايه التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما لا دخل حب اللون عشان الانديه، لا بنظر الانديه، انا من نظرتي قصير لهالدرجه ولا يولي الحمد متعصب الدرجه دي، لا احبه واحترمه كما احب الاهلي والاتحاد والشباب والاتفاق والنهضه وكل انديه وطني صغيره وكبيره، وطبعا النصر في اولها طبعا ما في شك. اذا السبب هو انه اللون السبب انه اللون الازرق والابيض انا لا احبه، لانه حقيقه في كل لحظه اراه يذكرني بعلم دوله العصابات الصهيونيه. طيب تنصح نادي الهلال بهالحاله انه يغيروا يعني اللون تبعهم من ابيض وازرق الى لون لانه رجال يحدون، ولكن اتمنى ما ارى اي انسان او نادي عربي يلبس اللون الازرق والابيض. نعم لهذا السبب فقط. اما الهلال نادي عزيز واحترمه وقد